السلام عليكم، تحياتي الإخوان. معكم ستيف من جديد، ستيف الريبوبليكان أسامة. تحياتي لجميع المتتبعين، تحياتي للمغاربة الأحرار، تحياتي لإخواننا الجزائريين الأحرار اللي كيتبعونا في هذه القناة. قبل ما نبداو الإخوان، هذا الفيديو هذا يعني كل التضامن مع جميع المعتقلين السياسيين بشتى أنواعهم، يعني وأفكارهم السياسية، يعني بغض النظر عن هذه الخلافات ولا عن أي حاجة. يعني نتمنى أننا واحد النهار نشوفوهم كيعتنقوا الحرية، وليس فقط يعني المعتقلين السياسيين، وإنما الوطن ديالنا الجريح ككل يعني يعتنق الحرية ديالو من هذا النظام ديال العلويين الديكتاتوري ديال فرنسا وديال بنو صهيون. الإخوة، اليوم أنا كمعارض وكمعارضة جمهورية رسمية يعني في البرازيل، وليس فقط يعني عن طريق الحركة التقدمية، إنما حتى عن طريق من خلال أحزاب سياسية هنا في البرازيل إلى آخره، اللي كتدعمنا ونشطاء سياسيين. من الواجب عليا أنني نحارب ما سميته يعني في بعض الفيديوهات السابقة، اللي قلت لكم أنهم راه كاينه المعارضة الوهمية. تعقلوا نهار قلت لكم راه كاينه المعارضة الوهمية، وهذه المعارضة الوهمية هذه راه ماشي شي حاجة اللي هي جديدة، هي واحد استراتيجي اللي كتستخدمها الأنظمة الديكتاتورية. قبل ما ندخل في الموضوع الاخوان، انا نقدر هذا الفيديو هذا الموضوع هذا غنقسمو على جوج ولا ثلاثه ديال الفيديو، لانني خصني نقري فيه شي شنقول لك. حنا كاين جوج ديال الانواع ديال البشر، كاينين المثقفين وكاينين الخرايه. حاشا السامعين الاخوه، راه كاين اللي قاري وكاين اللي خاري، فهمتيني؟ باش نحاولوا نبينوا لهاد الخرايه هادو الوجه ديالهم في المرايه. هاد الفيديو هذا غنديرو على عسكري في البرازيل، مغربي عسكري طالب لجوء في البرازيل، قال لك لاجئ سياسي باغي اللجوء السياسي في البرازيل. يعني وغنشوفوا كيفاش واحد الانسان اللي كيقول لك هو كان عسكري بعدا، يعني قمه الجهل، قمه الكلاخ. ما عرفتش انا واحد الانسان قال لك هو كان يعني في السلك العسكري، ياك كان في الجيش، يعني من بين الأجهزة أكبر فسادا في المغرب. وهذه الأجهزة أكبر فسادا اللي عندها علاقة مباشرة بالقصر، وراه كلشي عنده علاقة مباشرة بالقصر، ولكن الجهاز العسكري في المغرب أكبر فسادا. كتكلم على الجنرالات وكذا، راه كتكلم راه منهم الملك وانت هابط، والفساد جاي من الفوق وانت هابط في الدروج. فهمتيني؟ خصك تسيق من الفوق الا بغيتي تسالي مع هذا الفساد. يعني من الغريب انك تشوف واحد الانسان اللي جاي من واحد السلك عسكري، من واحد الخلفيه عسكريه، اللي عاش وشاف الفساد واخا ما شافش داك الفساد الكبير نظرا للباتينشي باشا ديالو. فهمتيني؟ الباتينشي يعني الكراد. هذا عسكري هذا اللي في البرازيل كان كابران ولا ما نعرف عسكري ولا كابران ولا ماشي اخوان، كنحتقروا الانسان، ولكن راه بعض الحقائق اللي خصها تقال، ما خصناش نبقاو نضحكوا على راسنا. وكاينين هناك خطابات تضليليه كبيره من بعد، وغنقول لكم ما وراء هذه الخطابات التضليليه وهذه المعارضه الوهميه اللي ماشي شي حاجه جديده اللي جات عبر التاريخ. هذا عسكري هذا في البرازيل قال لك هو كيحارب الفساد، ياك داير لهم روتيني اليومي ديال العسكري. هو يهضر على هذا، هو الكولونيلا فلان، هو فلان ترتلان. واحد النهار جات عندي قالت لي غسل الطوموبيل، واحد النهار عرفتي شنو كذا بغاو ينزلوا عليا ما بغاوش يعطوني الروب، واحد النهار كنت مريض والكابيتير بقى تيقردن فيا، علاش؟ لانني انا كنت واحد اليوم هنا. وداك البلان ديك الهضره الخاويه ديال كنسميو حنا البلايب البيض ديال المغاربه، دائما خصو يبين داك النقص اللي عنده هو ديال مرده حارتين عليه، حرتو عليه مزيان واحتقروه في المغرب. خصو يبين انه زعما راه كان هو من دوك اللي
من دوك المستضعفين اللي كان يعني ما كيحنيش الراس، وكنت انا نزاق وكنت مطوار، ولكن هذاك الشيء كيبقى شغلو ماشي مشكل، لانه هو داير الروتيني اليومي ديال عسكري في مواقع التواصل الاجتماعي، بغى يسترزق الله يسهل عليه، هذا ماشي مشكل. ولكن اخي ملي كتدخل في خطابات سياسيه اللي عن طريقها غتبغي تضلل فيها الشعب على قدو اللي هو اصلا مستحمر، وهنايا عشيري غتدخل في مواجهه مع المعارضه اللي ما غاديش تعجبك. المهم الاخوان، شوفوا قال لك هذا، قال لك اللي عرفتي زعما صفت بعدا. بغيت نشكر واحد المتتبع عندي راه داخل بالجاستمي، راه هو اللي عرفتي صد عليا راسي، ديما كيصيفط لي، ولكن اخويا ما كنتش كنشوف لان راه لي كومونتير كثار وما كندخلش دائما نبقى نشوف لي كومونتير، راك عارف. هو اللي صيفط لي هذا العسكري هذا، ما انا ما تنعرفوش كاع، هو اللي صيفط لي هذا العسكري وتيقول لي اخويا ستيف شوف دخل تفرج على خونا هذا راه في شكال، تدخل شوف هذا الشيء ديالو ماشي هو هذاك. واحد النهار ضربت على الكومونتير ديالو وانا ندخل وانا نشوف هذا العسكري هذا في البرازيل، هذا راه كاين معنا في البرازيل يعني في نفس الدوله، قال كاين في سان باولو. وقلت لي يا الله اودي معارض باسم عاشا الملك، ما عرف منين كيجيبوها كاع. شوفوا الاخوان باش تشوفوا كيفاش داير تضليل. شوفوا دار واخونا داير موسيقى، دار دويسك. كنعاود نشكرك اخويا جاستمي اللي صيفطتي لي هذا اللينك هذا ديالو وكذا. شوف الموسيقى قال لك ديال من يريد محاربة الفساد، وجاي من السيرك العسكري، جاي من جهاز امني اكبر فسادا اللي كيضل يبوس في اليدين، واكبر جهاز اللي هو يعني منغامس في الفساد. شوف انا غنطلق لكم هنا المزيكا، وقال لك شوف هذا قال لك باغي يحارب، قال لك اسيدي هذا معارض، هذا معارض محتاج للجوء. اسمع معارضة سمعوا الديسك، سمعوا زعما راه زيد الراس بيطلع الباص ما كاينش معامل، كلشي حاس واناني على الهو تقاني، بنادم مدلول راسو حاني حقه مهضوم كل مخزن سمع تربية البصري الله يرحم مالكنا الحسن الثاني كان غادي. قال لك تربية البصري الله يرحم مالكنا الحسن يا دي المعارضة يا دي ولكن الاخوان انا من بعد غنشرح لكم ما وراء هذا الشيء هذا. انا دابا راه خصني نحط انسان في الصوره باش نشرح لكم علاش. سمع قال لك هذا باغي اللجوء السياسي. بيبي الثاني خليني هاني نفسي اماره عقليه الباره ما كنسوديش حنا نشاره دوسي توسخاني كنديرو التجاره اكس عسكري سول عليا في الحاره بحال زورو كنخلي لي ماره بحال زورو انت دوزيام حلوف والله الا زورو نيش. سير شعل لي نار المغرب كله سمساره حكومه مسيدي قاسم والشعب هو حماره اللي فيها الفاره عز الهم تاع الصوت ب 200 درهم حكومه لفعه طلقات فينا السم ما نخافوش شتي حكومه لفعه طلقات فينا السم بلا 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 بلا. يعني راه الفساد هو الحكومه، الفساد ماشي هو الملكيه، ماشي هو الملك. اش من معارضه هذه؟ راه قلت لكم راه غتخرج معارضه وهميه، راه قالوها الجمهوريين سنين هذه. قال لك راه غتخرج واحد المعارضه غتقول لك لا راه حنا هما المعارضه وهذوك لا هذوك تحياتي للاخ تشفين وتشفين والله كان تشفين صراحه كنجي نقولها في واحد الوقت وصلنا عليها كاملين. راه قال لك راه غتخرج واحد المعارضه غتقول لك حنا هما المعارضه وهذوك لا هذوك راه ماشي معارضه هذوك والله الا واعر هادي. قال لك الحكومه. انا غادي نقريك اليوم عسكري في البرازيل، غادي تربع يديك اولدي الله يرضي عليك بحال هكا، وغندير لك السبوره والطباشير بحال ايامات جدودنا فين بحال ايامات الوالدين وحتى في الجينيراسيون ديالي انا السبوره والطباشير ياك. وغتعلم اوكي غتعلم لان المستوى ديالك راه باين. خصك سينو ما كنتيش غادي تكون دوزيام حلوف.
كاين تم سكوت وضرب الطم مع الخبز الحافي غيرها صافي لا غادي تونس الزفزافي الوالده عليا ما تخافي وتكليبات صدام والصراحه ديال القدافي كرامتي قرات فوق كتافي داخل عليها صافي داخل عليها صافي داخل عليها القلب عندي مات معكم غنفريها صافي داخل عليها صافي داخل عليها القلب عندي مات مع الحكومه نفريها صافي داخل عليها صافي داخل عليها القلب عندي مات معكم غنفريها صافي داخل عليها صافي داخل عليها القلب عندي مات مع الحكومه نفريها بلادي بلاد الشعوذه بلادي بلاد واخا الاميه بلاد التخلف بلادي ردوا البال العطايا بلادي بلاد العطايا بلادي بلاد الهرقاوه انت بعدا كتهضر على في المزيكا ديالك على القدافي وصدام. انت اش كتعرف على القدافي وصدام بعدا؟ شكون طيح القدافي وصدام؟ راكم غا جاهلين اصاحبي. راه قلت لكم راه كاينين القرايه وكاينين الخرايه. بقاو تكمشوا صاحبي، بقاو تكمشوا جدكم ماشي سياسه، راه فيكم الدغل. بلادي بلاد العداوه بلادي بلاد الخونه بركه من الخوف مواطن رديتو خروف زياده مور زياده سد فمو كيشوف بغي نوعيو الشعب من تخلف يدفيد نديرو تحالف نسلو بلاد الكدام قصص الخرافات داكشي قدام بالعلم والثقافه نحاربو التفاهه المنتظر قصه مثالي جاها غنسكتو كاع اللي فين يتواو بغينا الناس يوعاو البلان يرواو دول متقدمه ماشي هكاك شاو ثوره فكريه حروب اهليه عاد شافوا الحريه تضحيه ضروريه باش نحاربوا الام. الدول المتقدمه ماشي غير هكاك تقدموا ياك، داروا حروب اهليه داروها بعاش الملك وبالله يرحم ملكنا. ايوا قول لي كيفاش نتوما زعما هاد النضالات؟ دار زنقه حتى الدواور المنسيه كل ناس سواسيه كيف فقير كيمول البكيه كيمديني كيفود الباديه كلشي مسؤول على هاد القضيه. هنا فين غتبان الوطنيه ما بغيتهاش علمانيه انا ماشي داعيه المنتظر. هنا فين غتبان الوطنيه ما بغيتهاش علمانيه. كيفاش انت خويا بغيتي هاد التقدم هذا الا انت ما بغيتيهاش علمانيه؟ وانا مازال غادي نحطك في الصوره التناقض ديالك اللي هو اللي خلاني نخرج ونتكلم على بحال هاد النماذج هادو. انا مازال غنحطك في الصوره. قلت لك غادي ما غتربع يديك وداكشي الا ما قراوهش لك غيقراوه لك الجمهوريين العسكري. كيعبر بالقافيه الشعب القافيه هو التحيه داكشي اللي زرعوا فيك هو اللي زرعوا فيا لقاونا نيه مع الله ماشي مع الشياطين الماسونيه. الثوره جايه حنا ضد الفساد ماشي ضد الملكيه. قال لك الثوره جايه حنا ضد الفساد ماشي ضد الملكيه. اش من ثوره غدير صاحبي على الحكومه؟ واش شفتوا كيفاش كيحاولوا يلعبوا؟ راه قلت لكم راه تيلعبوا بالمفاهيم والناس اللي ما فاهماش وما عارفاش كتمشي في هذا الشيء هذا. اخوانا يبقى يعاود نفس الهضره وكذا. دابا غيبقى يعاود نفس الكلام ديال الديسك ما كاينلاش نطول. واجي انت اخي قول لي زعما كيفاش الثوره جايه يعني حربنا ضد الحكومه ماشي ضد الملكيه. اش من فساد انت باغي تحارب عند الحكومه؟ لا الحكومه هي راه غير جزء من الفساد. ولكن هذا كيبين على الجهل ديالك. وانتم شوفوا في فيديو ديالو اخر ما غاديش نتفرج ليه كامل في هذه اللقطه اللي قال لك حنا ما بغيناهاش علمانيه. هنا كتبان الوطنيه ما بغيناهاش علمانيه. كيفاش انت بغيتي تقدم ودير دستور ديمقراطي بلا علمانيه؟ كتكلم على الدول المتقدمه حرب اهليه وكذا غير ماشي غير جاو يتقدموا على ما داروهاش بالعلمانيه. ماشي فصلوا الدين عن الدوله. على هاد الناس هادو اللي حاربوا الفساد ماشي اللي كانت عندهم الملكيه ماشي حاربوا الملكيه. كاين منهم اللي داروا اغلبيه جمهوريات وكاين منهم اللي جردوا الملك من جميع السلطات داروا الملكيه البرلمانيه اللي الملكيه ديالهم اصلا ما كانتش ولو ما توصلش ولا ذره ديال الحقاره من الملكيه ديالنا في المغرب المفترسه الديكتاتوريه. شوفوا هنا اش غيقول لك. قال لك الا كاين هنا كتبان الوطنيه ما بغيناهاش علمانيه. وشوفوا هنا اش غادي يقول. قال لك اسيدي الا ولا هو قال لك هو سيدي الا ولا رئيس الحكومه ياك انتوما بلاتي
ها انتوما سيدي، ها اسمع. فصل الدين عن الدوله، الدين غنفصلوه عن الدوله بمعنى الحريه ديال الاديان. خارج فيديو اخر تيقول لك الا وليت رئيس الحكومه فصل الدين عن الدوله، يعني فصل الاديان وكذا، كل واحد عنده حق نفصلوا الدين عن الدوله. وفي المزيكا ديالو تيقول لك هنا كتبان الوطنيه ما بغيناهاش علما. اشرح لنا العسكري هذا التناقض ديالك هادشي هذا عندك في شكال هادشي. ايوا العسكري انا غنقريك اليوم، ربع يديك وتعلم، فهمتيني؟ راه ولاو صاحبي غير الجهلاء والمكلخين، غا من هبه ودبه. اجي نقريك يا عمي كيفاش انت باغي دير ثوره ضد الحكومه وانت عندك نظام ملكي في المغرب. علاش كدوزوا المغالطات للناس ولاحظتوا ان هاد الناس هادو كتضرب عندهم المشاهده كبيره؟ لماذا يا ترى؟ ونحلها بين قوسين. واش فراسك باللي في الدستور المغربي يا الجاهل يا العسكري، لانك كنتي على الاقل شي ضابط منشق، راه كاينين الضباط مغاربه منشقين ما عمرش شي واحد فيهم تيقول عاشا الملك. منهم عيسو اللي كاين في اسبانيا، ضابط متمكن وانسان قاري وواعي، هو اللي كشف اول سر ديال المثليه الجنسيه ديال محمد السادس اللي كانت عنده مع العلاقه ديال الملك مع الصديق ديالو في الاكاديميه العسكريه. كان اول واحد تكلم على هذه الحاله هذه هو انا في اليوتيوب، راه بلوكاو لي حتى الفيديو في 2017. اول معارض مغربي غيتكلم عليه في اليوتيوب على هذه القضيه ديال عيسو، ضابط وشاف الفساد في الجهاز العسكري ويعني وشهد على شحال من حاجه، الحقره وزيدوا الفساد في القصر الملكي وشحال من حاجه، ونشق وراه لاجئ سياسي في اسبانيا. علاش ما كتشوفش ضابط بحال هذا تيقول لك عاشا الملك؟ ما عرفتيش علاش؟ ان قاري عليك قاري. اما انت للاسف ماشي الاخوان تنحاول نهبط من المستوى، ولكن مرداك حل الفرده راه باقي جايب معاك الخرا ديالك ديال المرداك حل الفرده من المغرب، جايبو معاك حتى للبرازيل، وراه عند بالك انت ما عرف فين وصلتي. داكشي علاش غتربع يديك مره اخرى وغتفرج، وانا مازال غندير فيديو اخر. كيفاش انت اخي؟ واش فراسك بلي في الدستور المغربي عندنا الماده 41 الماده 42 الماده 43 والماده 44؟ انا غادي نوريهم لك هنا. وكاين الماده 26 بلاتي الاخوان، انا مقيدهم هنا بلاتي، الماده 41 الماده 43 44، وكاين الماده 24 25 26 و27 في الدستور المغربي. ما معناها؟ انت اسمع. قال لك السيدي الماده 44 الملك يعين رئيس الحكومه وباقتراح منه يعين باقي الوزراء، كما يمكنه إقالة أي وزير أو حكومة كاملة. والعسكري مردا كحل الفردة، والعسكري مردا كحل الفردة. عنش من حكومة تتهضروا فساد ديال الحكومة؟ هذه كاين عندك في الدستور المغربي، ها هي قائمة قانون. مادة 24 المادة 25 الملك يترأس مجلس الوزراء. شكون اللي كيعين الوزراء في المغرب؟ راه هو الملك محمد السادس. وزارة الداخلية بمباركة محمد السادس. شكون اللي حاكم داك البلاد؟ يا العسكري المكلخ. أي أن جميع القرارات التنفيذية تمر عبره. قيد شد لك ورقة وستيلو وليدي الله يرضي عليك، هاكا قيد. ولا عسكري قيد لك، شد لك ستيلو ورقة وقيد صافي باش ما تنساش وليدي الله يرضي عليك. المعارض قال لك اللاجئ السياسي في البرازيل. عن اي حكومه كتهضر؟ اش من حكومه؟ اش من حكومه؟ الماده 26 ها هي الملك هو الذي يصادق ويصدر جميع القوانين التي يناقشها البرلمان
بدون توقيعه الظهير الملكي. سير قرا الدستور الحمار، دير غا جوجل. ولكن نتوما فيكم الدغل، راه كنقولها لكم. الظهير الملكي لا يصبح أي قانون نافذا. المادة 26 من الدستور المغربي، بمعنى أن البرلمان كيناقش واحد المشروع، يدوزو للملك، قال لهم الملك بارك عليه الله يبارك في عمرهم، قال ليه الملك ما باركش عليه الله ينعل عمرهم. صافي، يعني اللي قالها سيدكم هي اللي كاينه. البرلمان غير مجرد واجهه ومسرحيه. اش من حكومه اخي تهضر؟ قال لك الفساد ديالنا ضد الحكومه، التوراجيه جايه ضد الحكومه. انا ما باغي نضحكوا نتوما. عاد جيتي البارحه عشيري، انا كنهضر معاك راه عندي 10 سنين في البرازيل، خرجت للنضال كانت عندي 20 سنه، فهمتيني؟ تجنسنا وما عرفتش درنا، وداخلين في احزاب سياسيه ومسجلين حركه سياسيه هنا، جمهوريه في البرازيل. عرفتي شنو هو المشروع ديالها؟ اسقاط النظام الملكي. انت عاد جاي صاحبي البال، ولكن راه كنشوف المستوى ديالك راه مستوى دنيء صاحبي. انسان كتشوف الانسان ما قاريش، عرفتي؟ انسان صاحبي جاهل، وابار جاهل فيه يلا ها هو الدستور المغربي. عن اي فساد انت كتكلم؟ قال لك الماده 27 الملك يملك وعباد الله، قال لك الملك يملك حق حل البرلمان. ما عرفتش شنو هي الملك يملك حق حل البرلمان؟ يعني الا الملك ما بقاش عجبو داك البرلمان يفرتك دين امو كامل، يحلو ويدير ويعين الناس جداد. يعني كل شيء، جميع السلطات الدستوريه في يد الملك. اذا حنا ما عندناش حكومه، حنا عندنا حكومه محكومه. وهادشي راه قالوا لكم بن كيران تاعيا يا بن كيران، داك القرد حتى هو داك الشفار، داك المنافق ياك اللي كيستغل اسم الدين وكذا، داك المنافق القردي اللي باع صاحبو باها، هذاك راه بنفسه. هذه خصها تحسب ليه، ما غاديش اللي كاينه راه كاينه. قال لكم ما تبقاوش تفرعوا لي راسي، انا راه اللي تيحكم هو الملك. حنا تناقشوا كنديو المشروع للملك، قبل عليه تبارك الله، ما قبلش عليه راه ما عندي ما ندير لكم. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني عمليا يعني البرلمان يمكنه مناقشة للحكومة، مناقشة القوانين، لكن لا يمكن تنفيذها إلا بعد توقيع الملك ومصادقة الملك على هذه القوانين. يعني الملك يتحكم في السلطة التنفيذية والتشريعية لأنه يعين الحكومة ويوقلها. الملك يستطيع إيقاف العملية التشريعية بحل البرلمان، يعني حتى السلطة التشريعية ما كيناش مطلقة في يد البرلمان، يمكن له يحل السلطة التشريعية في البرلمان. يعني هذا كيجعل من السلطة التشريعية في البرلمان مرتبطة مباشرة بإرادة الملك. واش قيدتيها في الورقة السي العسكري ولا ما قيدتيهاش؟ يلا قيدها وليدي الله يرضي عليك، انا غنقريك السياسة اليوم. اذا شمن حكومة نتوما كتكلموا؟ ما فهمتش على من باغي نضحكوا. راه ديال المعارضة الوهمية الاخوان. وعاد كاين المادة 41 42 43 44. اذا الاخوان هنا فين كندخلوا في ديك المساله ديال المعارضه الوهميه، المعارضه المزيفه اللي كانت حتى في العصر ديال في العهد ديال الديكتاتوريه، كانت حتى في البرازيل. في البرازيل الاخوان كانوا صنعوا لهم واحد جوج ديال الاحزاب في الحكم العسكري اللي كانت كتخدم المصالح ديال النظام العسكري، الحكم العسكري انذاك، وما كانتش كتقيس المصالح ديال النظام الديكتاتوري ديال الحكم العسكري. داروها حتى النازيين ديال حزب العمال، هتلر اش دار لهم؟ هتلر صنع لهم معارضه وهميه، دير واحد حزب العمال موديفيكاه وخلاهم تتكلموا على الحقوق ديال العمال وكذا بالطريقه اللي كتخدم المصالح ديال النازيين. دارت في روسيا، دارت في جنوب افريقيا، دارت في العديد من الدول. يعني واحد استراتيجيه اللي هي ماشي شي حاجه اللي دارت في المكسيك كذلك، ماشي يعني شي حاجه اللي جديده، يعني واحد المساله اللي جميع الانظمه الديكتاتوريه كتستغلها وكتمشي فيها.
باش كتحاول تغطي الصوره وتغطي الصوت ديال الاحرار ديال المعارضه الحقيقيه. تحياتي لكم والى الفصل الثاني من الفيديو، مع السلامه.